سلام بنات. كنتمنى احوالكم تكون طيبه على خير والصحه ديالكم كذلك تكون على خير، ومرحبا بكم معايا من جديد في قناه صالون ومطبخهم آية. اليوم غنحضر معكم طرطه بمكونات اللي جد بسيطه واقتصاديه، والنتيجه اللي كتجي طرطه اللي رائعه مذاقا وشكلا. من قبل ما نبداو كما العاده كنتمنى تضغطوا على زر الاشتراك لايك فضلا منكم وليس امرا. بالنسبه لمكونات الكيك ديال هاد الطرطه كنحتاجو فيه جوج حبات ديال البيض اللي واخدين درجه حراره المطبخ، عندي كذلك كاس الا ربع ديال السكر سنيده ما يعادل 120 غرام، بعبر كاس العنبه، عندي نصف كاس زيت نباتيه ما يعادل 75 مليلتر، كاس الا ربع ديال الحليب ما يعادل 100 مليلتر، عندي كذلك جوج اكياس ديال خميره الحلويات فئه 8 غرام، كيس من الفاني، ملعقه كبيره خل، رشه ملح، مبشور الحامض اللي ممكن تعوضوه بمبشور البرتقال، ثم الدقيق ما يعادل 175 غرام. اول حاجه كنجيب الاناء اللي غنحضر فيه الكيك، كنوضع فيه جوج حبات بيض، كاس الا ربع ديال السكر سنيده، كيس من الفاني، ثم رشه ملح. كنضرب العناصر فقط غير بالضرب اليدوي حتى كتمازج العناصر جيدا، ثم مباشره في هذه الاثناء كنضيف كاس الا ربع ديال الحليب بارد بعبر كاس العنبه. من بعد ما دخلت الحليب كذلك كنضيف كذلك نصف كاس ديال الزيت النباتيه، ثم كنضرب العناصر جيدا. كنضيف كذلك مبشور الحامض. بالنسبه لهذا المبشور الحامض هو اللي تبقى ليا من مركز الحامض اللي فايت اللي حضرت معكم في القناه، اللي ممكن تعوضوه بمبشور البرتقال. ثم كنضرب العناصر جيدا مباشره كنبدا نضيف الدقيق اللي كنغربلو مسبقا. كنضيف الكميه الاولى، دائما الدقيق نضيفوه على دفعات، ثم كندخل الكميه الاولى، ثم من بعد كنضيف ما تبقى. بالنسبه للكميه استعملت انا هنا 175 غرام، ولكن دائما الدقيق كيبقى حسب الجوده وحسب حجم البيض. ثم كنضيف كذلك جوج اكياس خميره الحلويات من بعد ما كنغربل الكل، ثم كندخل العناصر جيدا حتى كنحصلوا على قوام اللي تيكون بهذا الشكل هذا. ثم مباشره كنضيف كذلك ملعقه كبيره خل للدور ديالها اللي كتعطي الكيك واحد الهشاشه وواحد الرطوبيه. مباشره في هذه الاثناء من بعد ما حضرت الخليط كنجيب المول اللي دهنته مسبقا بالزبده ورشيته بالدقيق. بالنسبه لهذا المول القطر ديالو 30 سنتيمتر، شويه كبير هذا المول. ثم مباشره كندخل الكيك الفرن اللي شعلته على درجه حراره 180 حتى كيتحمر من اسفل، عاد كنشعل عليه فوق باش يكمل الطياب ديالو. مباشره في هذه الاثناء كنوريكم السيرو اللي حضرته مسبقا باش يبرد ليا. هنا وضعت كاس غير مملوء بعبر كاس العنبه ديال الماء بارد، وضفت ليه نصف كيس من الفاني، ثم ملعقه كبيره ديال السكر سنيده، ووضعت الكل فوق النار حتى غلى جيدا. مباشره من بعد ما خرجت الكيك هنا كما كتلاحظوا الشكل ديالو، ثم كنجيب السيرو اللي حضرته مسبقا وخليته برد جيدا، ثم كنسقي به الكيك من فوق. ممكن تعوضوا السيرو بالحليب كيبقى لكم اختيار، ممكن تسقيو الكيك ديالكم باش بغيتو نتوما. ثم كنخلي جانبا. في هذه الاثناء غنحضر معكم الكريمه اللي اقتصاديه. كنجيب كاسرول اللي كنوضع فيها نصف لتر حليب، 3 المعالق كبار ديال بودره كريم باتيسير اللي ممكن تعوضوها بالنشا، ثم 3 المعالق كبار مملوئين جيدا ديال السكر سنيده. كنخلط العناصر جيدا بالضرب اليدوي، ثم مباشره كنضيف نصف كيس من الفاني اللي تبقى ليا من نصف كيس اللي حضرت به السيرو. ثم كنوضع الكريمه فوق النار مع التحريك والمراقبه حتى كيعقد لينا الخليط ديالها بهذا الشكل هذا وكتعمل لينا فقاعات. ثم كنزولها من فوق النار وكنضيف لها ملعقه صغيره مملوءه جيدا ديال الزبده اللي كتعطيها واحد القوام اللي كريمي. ثم مباشره كنجيب الكريمه وكنفرغها فوق الكيك وهي سخونه، ثم كنوزعها بسرعه من قبل ما كتبرد لينا وتعقد. ثم كنقاد لها الشكل ديالها بهذا الشكل هذا بواحد الملعقه. ثم مباشره كنجيب دوائر ديال الموز او البنان اللي مقطعه مسبقا، ثم كنوزعها كذلك بسرعه من قبل ما تعقد لينا الكريمه او تبرد كما كتلاحظوا الشكل ديالها هنا مباشره. ثم كنخليها جانبا. في هذه الاثناء غنحضر معكم صلصه البرتقال اللي غنوضعها فوق الكريمه اللي كتجي رائعه. من بعد ما جبت كاسرول ووضعت فيها كاس مملوء جيدا من عصير البرتقال، وضفت ليه كيس من الفلون ديال الفاني وملعقه كبيره مملوءه جيدا ونصف ديال السكر سنيده، والسكر كيبقى حسب الذوق. ثم كنضرب العناصر بالضرب اليدوي جيدا حتى كتمازج. ثم كنوضع الخليط فوق النار حتى كيفيض لينا بهذا الشكل هذا او يغلى بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. ثم كنطفي عليه النار. مباشره كنجيب
الطورطه كما كتلاحظوا. ثم كنفرغ عليها الخليط ديال الصوص من قبل ما يبرد لينا، وكنسرعوا التوزيع ديالو لان كذلك هذا الصوص كذلك كتبرد لينا بسرعه وكتعقد كذلك. ثم مباشره كندخل الطورطه الثلاجه كتبرد جيدا. من بعد ما خرجت الطورطه كما كتلاحظوا الشكل ديالها النهائي، انا ما خليتهاش بردات بزاف باش نكمل التصوير معكم. قد ما خليتوها بردات كتجي رائعه وكتجي الشكل ديالها رائع، وكذلك الكريمه كتماسك لينا اكثر. من بعد كما لاحظتوا الشكل ديالها اللي كيجي رائع، المذاق كذلك اللي كيجي اكثر من هائل. من بعد ما قطعت القطعه هنا باش نقرب لكم الشكل اكثر، كما كتلاحظوا الكيك اللي كيجي رطب، كيجي واحد الكيك اللي اسفنجي كيجي اكثر من هائل. كذلك الكريمه اللي حضرناها اللي جيت اقتصاديه والمذاق ديالها اللي كيجي رائع. كذلك الصوص البرتقال اللي حضرناها اللي كتعطي للطورطه واحد المذاق اللي جد رائع. كما لاحظتوا في التقطيع ديالها كتجي طرطة اللي رائعة مذاقا وشكلا، وكذلك سهلة في التحضير، ومكوناتها اللي جيت اقتصادية. كنتمنى فعلا تجربوها. إلا جربتوها تردوا عليا في التعليقات، وكذلك إلا عجبتكم تبارطاجيوها مع الأهل والأحباب اللي تعم الفائدة. وشكرا لكم، مع السلامة، إلى فيديو آخر بإذن الله.